يقول لك جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. نادي غريب وجمهور غريب، واللي بيجي عليك وبيقف حاله وحال اللي جابه. اقسم بالله اللي بيجي على الاهلي وجمهوره حاله بيقف، بص، بشكل بشع. في ايه بس يا ابو علي؟ تعالى هقول لك، بس صلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الاول، وهقول لك ايه اللي حصل مع وسام ابو علي. وسام ابو علي النادي الامريكي جه تفاوض معاه وحدد له راتب 4.5 مليون دولار، وهو اوريدي عنده 3 لعيبه بياخدوا اكتر من 3 مليون دولار راتب سنوي. وممنوع في الدوري الامريكي يبقى عندك اكتر من 3 لعيبه بياخدوا اكتر من 3 مليون دولار في السنه. فمش عارف يأيد وسام، فحلوله ما بقتش موجوده. اما يمشي لعيب من اللي بياخد رواتب عاليه، وده صعب جدا، اما وسام يتنازل عن جزء كبير جدا من راتبه عشان يتأيد، وده برضه صعب جدا، اما وسام يقعد من غير كوره لحد يناير، وده طبعا صعب جدا، اما يطلع اعاره زي ما هم بيدوروا له دلوقتي على اعاره. سمسارك او وكيلك يا عم وسام والنادي الامريكي، وان انت جيت على النادي الاهلي وفكرت تضغط على النادي الاهلي، على الرغم من ان النادي الاهلي كسب من وراك فلوس كتير جدا وفلوس قد كده، طلعت انت الخسران في الاخر. النادي ده محدش يجي عليه ومحدش يجي على جمهوره. اسمع مني، اللي بيجي على الاهلي وجمهوره يمين بالله ما بيكسب. وده واضح في العلن، واضح لكل الناس. يعني انت حطيت نفسك في ورطه كبيره جدا. يا هتبطل كوره لحد يناير، عمره ما هيمشي لك لعيب من اللي رواتبهم عاليه في الفرقه، عمرك ما هتتنازل عن جزء كبير من الراتب بتاعك عشان تتأيد، ما قدامكش غير الاعاره. طب يا عم ده نادي طرابزون التركي عايزه. نادي طرابزون التركي المدير الفني اعلن ان هو مش محتاج فرود، وبالتحديد وسام ابو علي. المدير الفني لنادي طرابزون التركي رفض وسام ابو علي رفض قاطع. طب يا عم ده هو كده كده القصه دي كلها معموله عشان يرجع بيراميدز. اولا هو مش احسن من فيستون مايلي، فانا بالنسبه لي لو راح بيراميدز مش هقلق منه اكتر ما كنت بقلق من فيستون مايلي. ده بالنسبه لي انا كاهلاوي، ده مبدئيا يعني. وعلى الرغم من كده مسؤولي نادي بيراميدز طلعوا اعلنوا رسميا ان مفيش اي تفاوض من اي نوع مع وسام ابو علي او وكيله اللي هو السمسار اللي بيفكر يقف في سكه الاهلي اللي الاهلي داس على وشه ده. فليه يا ابني؟ ما انت كنت قاعد ومتنجي ومراتبك هيعلى وجمهور الاهلي طالع بيك السما وبتسجل اهداف وبتاخد بطولات. ما انت كنت قاعد، صعبتها على نفسك ليه يا وسوس؟